السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تبقوا بخير وبأحسن حال يا رب. كل سنة وانتم طيبين. خلاص بكرة رمضان بإذن الله. اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين. ربنا يبلغكم رمضان جميعا وانتم كلكم بخير وسعادة مع حبايبكم. يتقبل منكم الصيام والقيام وقراءة القرآن. ربنا يجعلها كلها أيام سعادة وخير عليكم بإذن الله. نستغل الشهر ده أحسن استغلال، ما نضيعش وقتنا في أي كلام فاضي قدام التلفزيون أو قدام المسكين الموبايل. نحاول نستغل كده الوقت بتاعنا في قراءة القرآن، في ذكر الله، في التسبيح، في كل الكلام ده. وخلي بالكم ان العبادة مش بس قراءة قرآن وبس. ممكن تقري قرآن، ممكن تقعدي تسبحي، ممكن تذكري ربنا، ممكن تقعدي تقري قصة الأنبياء، ممكن تقري مثلا عن أيام الصحابة. كل دي عبادات في رمضان وكلها ليها ثواب وحسناتها طبعا كبيرة جدا. بتبدأ معاكم الفيديو بشوية تنظيفات كده سريع أو شوية تلميعات كده. طبعا احنا لازم نفرح بقدوم رمضان ولازم نفرح ان رمضان هل علينا. الرسول عليه الصلاة والسلام كان بيقول للصحابة أبشروا بقدوم رمضان، يعني بشرى خير، يعني في حاجة حلوة، في أيام جميلة جاية علينا هتغفر لنا كتير من ذنوبنا وسيئاتنا لو استغليناها صح. فحبيت كده ان احنا رمضان يهل علينا وبيتنا كده نضيف. اي حاجة عينك تيجي عليها، حاجة مش نضيفة، حاجة محتاجة تتلمع، اعمليها كده على السريع بحيث ان تحسي بأيام رمضان كده وبيتك هادي، مش مليان تراب، مش مكركب، مش مليان حاجات هنا وحاجات هنا. لا، حاولي تبدأي كده رمضان ببيتك نضيف كده، بنفسية مستقرة وهادية، بحيث ان انتي تبدأي ايامك الحلوة دي تقضيها في طاعات، تقضيها في ذكر الله. ايام جميلة جدا نحاول نستغلها عشان اليوم اللي بيعدي مش هيرجع تاني. طبعا عارفين ان رمضان بيطير هوا، يعني مادام بدأ اول يوم تحسوا ان الايام جرت كده ورا بعضها. اليوم طبعا بيبقى قصير جدا. نحاول ان احنا ما ننامش طول النهار. طبعا انا عارفة ان معظم الناس بتنام بعد الفجر، بعد السحور وبعد ما تصلي الفجر وكده، وبتصحى تاني يوم بعد الظهر بعد العصر. فطبعا احنا كده ضيعنا وقتنا، احنا كده مفيش وقت خالص. انا بعمل ايه وهرجع اكمل كلامي معاكم. اول حاجه عملتها ان انا لمعت كده مكتبه التلفزيون. طبعا كان فيها شويه تراب كده، عارفين الايام اللي فاتت دي كان كلها الجو قالب وتراب وعفره وكده. فمسكت الاسبونشه طبعا الناعمه وبشويه صابون سائل كده اديتها تلميعه، وطبعا بفوطه بمبلوله ميه. لمعتها، شلت الصابون عليها ولمعتها وخليتها تمام. وكان مفاتيح الكهرباء خدتها كده في سكتي بسرعه، يعني ما خدتش وقت. كان قبل رمضان كده بكام يوم بصراحه كنت حاسه ان انا محتاجه شويه حاجات، شويه طلبات كده للبيت. تحت درج كده التربو بتاعي دوت، وقلت اشوف كده انا عندي ايه. زي ما انتوا شفتوا كان شويه حاجات كده بسيطه في بواقي في اكياس. فطلعتها ونضفت كده الدرج كويس. البخاخ اللي انتوا شفتوه معايا ده انا حاطه فيه قشر برتقان وشويه خل وشويه ميه، واسيبه كده كام يوم بيعمل لي صراحه تنظيف وريحه تحفه. وكمان بعد اسبوع مثلا كده بشيل منه قشر البرتقان. انا بس بسيب قشر البرتقان فيه اسبوع مع الخل والميه، وبعدين اشيله واخلي بقى البخاخ عندي بستخدمه في التنظيفات. يعني بصراحه تحفه جدا، تنظيف وتعقيم وريحه جميله. المهم نضفت بقى درج التربو كده بتاعي معايا. كان طبعا بسرعه، ما خدتش وقت فيه. انا كنت عارفه انا محتاجه ايه، فطبعا اشتريت الحاجه الاول. وزي ما انتوا تشوفوا كده انا هنضف الدرج واخليه تمام، وهرص بقى الحاجه بتاعتي. انا ما جبتش كميات كبيره، جبت من كل حاجه كيس. يعني كيس مكرونه سباكيتي، كيس مكرونه اللي هي العقل الصغيره، كيس مكرونه قلم، كيس دقيق، كيسين رز. الحاجات اللي هي البسيطه دي اللي هي العاديه، مش اللي انا بجيب اكياس كتيره واكوم واخزن عندي، لا. زي ما انتوا تشوفوا كده الحاجات اللي انا جبتها دي، اللي هو بصوا زي ما انتوا شايفين مكرونه قلم، مكرونه عقل، حاجات بسيطه يعني كيس من كل نوع. وجبت طبعا كيس عدس طبعا بينفع جدا. وجبت شويه حاجات كده يعني زي ما انتوا شايفينها، كيس شعريه، كيس سمع عصفور. المهم اكمل لكم بقى على موضوع النوم بتاع طول اليوم ده. مهم جدا ان احنا بعد ما نصلي الفجر نقعد بقى الوقت اللي بين الفجر وبين الشروق نقرا في القران. ده احسن وقت في اليوم كله تقراي فيه قران بجد. الوقت ده لو انتي صليتي الفجر وفضلتي قاعده كده، الدنيا هدوء حواليكي، مفيش دوشه، مش شاغله دماغك بحاجه، بتقراي القران بتاعك كده وبنيه صافيه ونيه خالصه، وانتي حاسه ان انتي بقلبك كده مع ربنا لحد الشروق. بعدين صليتي الشروق، دي بتتحسب لك حجه تامه تامه تامه، ما فيهاش كلام. فشوفي انت عملتي حجه وانت قاعده مكانك، ما عملتيش اي مجهود. صليتي الفجر، قعدتي قرات القران بتاعك لحد الشروق، وصليتي الشروق ودخلتي نمتي وانت متوضيه. يا سلام على الجمال والاحساس الراحه اصلا اللي انت بتحسي بيه.
فبجد احلى ايام في السنه، بجد استغلوها. انا مش عارفه الناس اللي بتضيع منها رمضان دي يعني مخهم فين. مش معنى كده ان احنا هننام بقى طول النهار عشان احنا نايمين بعد الشروق بقى والكلام ده، لا. يعني هتنامي لك مثلا 3 4 ساعات حلوه قوي لحد الساعه 10 11، وتقومي بقى تبداي يومك، تصلي الظهر، تشوفي هتعملي ايه في بيتك، هتقراي قران، هتشوفي شويه عبادات تعمليها. يعني هيبقى معاكي اليوم طويل، ما تضيعيش يومك في النوم. بس رمضان ان شاء الله وننام براحتنا بقى زي ما احنا عايزين. المهم عايزه اقول لكم بقى انا عملت ده التربو تمام ورصيته. على فكره انا اختصرت معاكم الوقت، ما جبتلكوش مثلا التربو كله اللي بنضفه وكده، بس انا بحب اديكم بس افكار الحاجات اللي محتاجه تتنضف او تتظبط. نضفت بقى الضرفه دي اللي بحط فيها برطمانات التوابل، الحاجات اللي هي بستخدمها يوميا يعني استهلاك عليها مش كتير، بحطها في الضرفه دي ببرطمانات كده كبيره. زي مثلا عندي شايفين سمسم، ورق لورا، حبهان، شعير، الحاجات اللي هي مش بستخدمها قوي دي. زي ما انتم شايفين مطحنه الفلفل الاسمر، وعلبة التمر القمر دي طبعا دي بنفطر عليها على 3 تمرات زي السنة، وبعدين بنشرب العصير بقى والخشاف بتاعنا او كده. طبعا لازم تجيبوا لما تجيبوا التمر يكون مكتوب عليه تمر سيوة، بيبقى حلو جدا جدا غير التمر العادي بقى المصري. بس بقى ضرفة المطبخ، وقلت اكنس كده السجادة معايا على السريع لاني محتاجة اشيل السجادة طبعا واكنس الارض وامسحها. بس الاول كنت محتاجة ان انا ظرف المطبخ اللي انتوا شايفينها في الوش دي كنت محتاجة ان انا اغسلها. مش غسيل بمعنى كلمة غسيل العادي بقى وكده، لا، هجيب الاسبونشة وزي ما انتم شايفين كده شويه صابون سائل وهغسلها، عشان مثلا اي طبعه فيها صوابع، اي بصمات، اي حاجه فيها طرطشه اكل بقى، زيت، حاجات زي كده، تبقى قدام عيني كده نظيفه. زي ما قلت لك انت بتبقي عارفه قدام عينك ايه الحاجه اللي انت ما نضفتيهاش او الحاجه اللي محتاجه تنظيف في البيت. انت الوحيده اللي بتبقي عارفه اكتر واحده، يعني حتى لو حاجه مش باينه قوي انت بتبقي عارفه. فجبت كده الاسبونشه وشويه صابون سائل وعملتها على طول. على فكره مش دعك جامد يعني، هو بس عشان اشوفها بتلمع معايا، لان لو عملتها فوطه بميه بس هحس ان في طرطشه مثلا اكل، صلصه، مش عارفه ايه، اي حاجه عليها مثلا بصمات ايد، اي حاجه، مش هحس انها طلعت. فانا حبيت ان انا اعملها كده بالاسبونشه والصابون السائل، يا دوب مسحه كده خفيفه وخلاص بتلمع معايا. وبجيب بقى الفوطه ببلها ميه وبمسح بقى الصابون، بديها كده تلميع، بصراحه بيبقى شكلها حلو قوي، بتنضف وبتحس انها منوره كده. رمضان في مصر حاجه تانية والسر في التفاصيل. رمضان في مصر غير الدنيا، طعمه بطعم النيل. كده اضيف لكم شويه بهجه في وسط الفيديو للناس اللي بتحب اجواء رمضان دي. كمان عايزه اتكلم معاكم على الزينه وتعليق الزينه والحاجات دي. ما تحسوش ان دي حاجه تافهه او ان دي حاجه ملهاش لازمه، لا، مهمه جدا والله العظيم ان احنا نحس برمضان ونحس ان احنا بنستقبل رمضان كده مبسوطين. يعني علقوا زينة، علقوا فرع نور، اي حاجة كمان تحسس ولادكم الصغيرين اللي لسه طالعين لسه برضو مش فاهمين. زينة رمضان دي مهمة، ان احنا بنزين البيت، بنستقبل رمضان. رمضان ده حاجة حلوة قوي، بنفرح فيها، ربنا بيغفر لنا ذنوبنا، يعني حاجات زي كده فهموها لاولادكم. وكمان يحسوا ان شهر رمضان شهر مختلف عن باقي السنة، ان احنا بنستعد له، بننظف البيت، بنعلق زينة، بنفرح فيه، فاهمين؟ يعني لازم الحاجات دي تتزرع في ولادكم من هم صغيرين. طلعت بقى كده على الريسبشن، قلت بالمرة كده اخده كده كنسة معايا بالمرة، كنسته بالمقشة بصراحة عشان اطلع اي شعر فيه اي وبر وكده. ولمعت كمان اللي هو الحيطة اللي من تحت خالص دي اللي بتبقى فوق السيراميك. وبصراحه ما كنتش قادره ان انا اعمل اكل او ان انا ما عنديش وقت، عشان انا كنت لسه رايحه اعلق الزينه، فقلت كده كل كيس اندومي على السريع، برضو كده حاجه كده سريعه. ومش معنى كده ان هو صحي، هو مش صحي خالص، بس انا كنت عايزه اي حاجه سريعه كده عشان اعلق الزينه كمان ان شاء الله. بس كده الفيديو بتاعي خلص، يا رب يكون عجبكم واتبسطتوا معايا. استنوا بقى فيديو الزينه ان شاء الله ينزل لكم. ما تنسوش اللايك واشتراك في القناه وتعليق حلو زيكم. مع الف سلامه حبايب قلبي في حفظ الله، كل سنه وانتم طيبين.